حقق 17 فوز و8 تعادلات، والنهارده بيلعب اللقاء رقم 26. لاعبي الفريقين بيتدافعوا الى داخل البساط، وجماهير النادي الاهلي والالتراس الاهلاوي بيستقبلهم بالشماريخ والالعاب الناريه ولقطات مضيئه نتمنى انها تستمر في سماء القاهره وتستمر طوال احداث اللقاء. العاب ناريه حلوه بتضيء سماء القاهره ابتهاجا واحتفالا بالعام الميلادي الجديد وباول لقطه للمارد الاحمر في العام الميلادي الجديد عام 2012. كل الامنيات الطيبه ان احنا نشوف مباراه حلوه، مباراه ممتعه تليق بالمارد الاحمر صاحب ال7 ألقاب المتتاليه، وفريق طلائع الجيش اللي دائما بيقدم لقاءات قويه جدا جدا امام الكبار. ولكن دعونا نستمع الى السلام الوطني لجمهوريه مصر العربيه. بلادي بلادي لك حبي وفؤادي، عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. يعمل كنترول ويطلع أحمد فتحي، لقاء حتى لا نادي التسديدة، جول 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 جول. عملها فتحي، عملها فتحي بتسديدة ماكرة، تسديدة ماكرة يفتتح التسجيل أحمد فتحي. أحمد فتحي البلدوزر والنفاسة، النفاسة الحمراء في الجانب الأيمن يطلق الصاروخ الأول والسلاح الأول الفتاك. تسديدة بتغالط عماد السيد بعد لمسة من سامح حسن تغير اتجاهها وتغالط الحارس عماد السيد وتهتز الشباك، بتهتز الشباك وتتعالى الصيحلمات. فاز على المقاولون 2-1، بينما المقصة فتك بغزل المحله. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، جدو 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 جدو، اوعى يجيلك جدو. محمد ناجي جدو بيضيف الهدف الثاني. لسه بقول لحضراتكم النادي الاهلي غير، النادي الاهلي بادي بدايه قويه جدا جدا. ادي عرضيه مره ثانيه وتوغل قوي جدا جدا، ومحمد ناجي جدو هدف ثاني في الدقيقة 16 من عمر وزمن اللقاء علشان يزيد الأحزان والآلام. بص شوف أحمد فتحي بيعمل إيه، بص شوف أحمد فتحي بيعمل إيه، والعرضية فين والتكملة من محمد ناجي جدو. المرة دي الكورة ما تحدش يقدر يطلعها، ضربة راسية رايحة في الزاوية اليمنى لعماد السيد علشان تزيد تقدم النادي الاهلي وتصبح النتيجه 2 النادي الحوسي. وركله جزاء للنادي الاهلي، ركله جزاء للنادي الاهلي. يعني طبعا الصوره ب1000 كلمه، الصوره ب1000 كلمه، وقرار الحكم هو الفيصل في اللقاء. يحتسب ركله جزاء، وابو تريكه هل يا ترى على موعد مع الهدف 104؟ هنشوف ونتابع. وابو تريكه جول 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 جول. ابو تريكه يتقدم ويزيد تقدمه في نادي العظماء، نادي 100، ويزيد تقدم النادي الاهلي في لقاء الجوله 12. يضع
الهدف الثالث في احداث هذا اللقاء، والهدف رقم 104 لابو تريكة، والهدف الثاني خلال هذا الموسم علشان تسعد الجماهير وتفرح. ولكن بص شوف ابو تريكة بيعمل ايه، وبيحط ضربة الجزاء فين، حاططها في اخر الدنيا، بينما عماد السيد راح في الجبهة اليمنى وابو تريكة حاططها